قبل ما تبان شي حاجه سميتها السوشيال ميديا كنا كندوزو اوقات الفراغ في شي لعيبات اللي بسيطه وفي نفس الوقت ممتعه بحال البي ولا الطرومبيه ولا داك اللعيبه ديال حرف بنت ولد. المهم اللي دوز شي جيم من هادو يبان في التعليقات بكل افتخار. ومن بين هاد الالعاب كانت واحد اللعبه جد مميزه اللي هي الكارطه او لعبه الورق المغربيه، وهي وحده من افضل الذكريات المهمه بالنسبه لنا كمغاربه. هاد اللعبه اكتسبت واحد المكانه جد مهمه في الثقافه الشعبيه المغربيه، بحيث انها كانت كدير واحد الملاذ ترفيهي ما بين العائلات والاصدقاء، خصوصا ان الهواتف والحواسيب كانت قليله وشبه منعدمه في هذيك الفتره. وشحال كانت زوينه داك الجليسه مع العائله والاصدقاء والتقصار على الكارطه، خصوصا لعبه السوطه. وما كانش فينا اللي ما كلاش الصلخه ديال العصا في السوطه. وعارفك عزيزي المشاهد دابا شاد تليفونك وكتبتسم حيت ما كرهتيش ترجع لدوك الايام. حتى انا في حالك صديقي. الكارطه المغربيه كيف كنعرفوا نقصت الشعبيه ديالها، ولكن مازال كتستعمل في المقاهي الشعبيه خصوصا ما بين الناس المتقاعدين. وحنا اليوم اصدقائي غادي نتعرفوا على الاصل ديال هاد اللعبه وكيفاش حتى دخلت للمغرب، وغادي نعرفوا ايضا حتى المعنى ديال دوك الرموز بحال الجبانيات والزراوط، واهم حاجه هي علاش ما فيهاش الرقم 98. سؤال واحد اخر غادي نعرفوا الجواب ديالو هو علاش كارطه فيها 40 ورقه بالضبط، وعلاش كارطه كتكون فقط من ثلاثه ديال الالوان اللي هي الاحمر والصفر والزرق. المهم في هذه الحلقه اصدقائي غادي نتعرفوا على بزاف ديال الامور بخصوص الكارطه وحتى علاقتها بالسحر والشعوذه والشوافات. حلقه شبعانه معلومات ديال بصح. فلهذا دير لايك وإلا كنت جديد واول مره كتشوف هذه القناه المتواضعه، مرحبا بك في العائله. بلا ما نطول عليكم وخليونا ندخلوا في التفاصيل. حسب المؤرخين والباحثين فإن كل دولة من الدول الأوروبية عندها كارطة خاصة بها، يعني كل بلاد عندها أشكال ديال الكارطة خاصة بها وكتميز بها. ولكن إلا جينا نشوفوا الكارطة المغربية أو الكارطة البلدية غادي نلقاو أن الأصل ديالها في الحقيقة ماشي مغربي، وإنما كترجع لدولة إيطاليا، وكان اختارها رجل أعمال إيطالي سميتو فيليكس سوليسيو. فيليكس غادي هاجر لإسبانيا وتما غادي يبني معمل لصناعة الورق في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19. هاد السيد كان هو المصمم ديال الكارطة بهاد الأشكال اللي كنشوفوا اليوم. يعني هاد الرسوم وهاد التصاميم فيليكس كان هو اول واحد غادي يرسمها، ومن بعد بدا كيروج ليها حتى ولات منتشره بشكل كبير في اسبانيا وفي عدد من دول امريكا اللاتينيه، وايضا حتى في المغرب والجزائر. المؤرخين كيقولوا ان هاد الكارطه بدات كتدخل اول مره من اسبانيا للمغرب في اواخر القرن 19. وفي سنة 1912 فاش فرنسا عرضات نظام الحماية على المغرب، بدات واحد الشركة فرنسية سميتها كاموان كاينة في مارسيليا كتصنع الكارطة وكتصدرها للمغرب. ولكن فاش خدا المغرب الاستقلال ديالو سنة 1956 ولات هاد الكارطة كتصنع محليا في كازا، ومازال ليومنا هذا الكارطة كتقاد وكتطبع في المغرب. ولكن شركة واحدة فقط هي اللي عندها الحق تصنع الكارطة وتبيعها. ودابا ندوزو أصدقائي لشنو كتعني كلمة كارطة وشنو الأصل ديال هاد السمية. كلمة كارطة هي مشتقة من الكلمة الإسبانية كارتا، واللي كتعنيه بكل بساطة بطاقة. هذا بشكل عام. أما الاسم الحقيقي ديالها هو باراخا إسبانيولا، وفاش خرجت أول مرة كان فيها 48 ورقة، ولكن تم حذف 8 ديال الورقات وبقات فيها غير 40 ورقة فقط. 8 د الورقات اللي تم الحذف ديالهم كانوا هما 4 د الورقات من الرقم 8 و4 د الورقات من الرقم 9. وبزاف منكم غادي يكونوا كيتسائلوا علاش كارطه ما فيهاش الرقم 8 و9، علاش نقزوا من 7 مباشره للرقم 10؟ شنو كان السبب اللي خلاهم يحذفوا هاد الارقام؟ معظم المؤرخين والباحثين كيقولوا ان الكارطه في البدايه ديالها كان فيها 48 ورقه، يعني 8 و9 كانوا فعلا كاينين. ولكن فاش دخلات كارطه للمغرب غادي يتم الحذف ديالهم. كاينه نظريه كتقول ان الناس بغاو يحبسوا تسلسل الارقام الفرديه عند الرقم 7 نظرا للقدسيه ديالو في بعض الاديان، مثلا 7 سنوات ولا 7 بقرات او 7 سنوات. وهذا الرقم كيكون مميز في بعض الالعاب بحال لعبه جبابن زراوط، واللي كيكون عنده الرقم 7 كيقدر يتحكم في مجرى اللاعب للصالح ديالو. مثلا الا كانت في القاعه سيوف وانت عندك 7 سيوف كتقدر تحول من سيوف لاي حاجه بغيتي، باش هكا كتقدر تسالي دغيا وتخلي الخصم ديالك يهز من القاعه. المهم الناس اللي فايت ليهم لعبوا هاد اللعبه غادي يكونوا عارفين هاد المسائل. النظريه الثانيه كتقول ان سبب حذف الرقم 8 و9 والتركيز على الرقم 7 هو تكريما لسبعه رجال تاع مراكش. كاين بزاف ديال الناس اللي كيسمعوا سبعه رجال وما عارفين شكون هما. المهم الا بغيتو نديروا شي حلقه على هاد الموضوع ديال سبعه رجال كتبوها ليا في كومونتيرات، وصراحه هذا راه موضوع جد مهم وخاص الناس يعرفوه. ومن الامور اللي غادي تكونوا لاحظتوها ان الرسومات اللي فيهم الشخصيات كاينين فقط في ثلاثه ديال الارقام اللي هما الرقم 10 و11 و12. نبداو بالرقم 10 اللي كنقولوا ليها السلطه واللي كيرمز للخادم. رقم 11 كنسميوه الكافال واللي كيرمز للفارس. اخر رقم في الكارطه هو 12 اللي كنقولوا ليه الراي وكيرمز للملك او الحاكم. الكارطه كيف كنعرفوا مقسومه على 4 ديال الرموز اللي هي السيف والزلافه والزرواطه والذهبه. وهاد الكارطه الا لاحظتوا فيها فقط 3 ديال الالوان اللي هي الصفر والحمر والزرق. اذا كيبقى السؤال هو علاش كاين فقط 3 الالوان وما كاينش الوان اخرى، وايضا شنو كتعني الرموز ديال الكارطه. معظم الباحثين كيقولوا ان هاد الالوان والرموز ما جاتش غير هكاك بشكل عشوائي، وانما عندها علاقه بالسحر والشعوذه.
وكل رمز من دوك الرموز عنده ارتباط فلكي بعنصر حيوي في هذا العالم. مثلا السيف كيرمز لعنصر الرياح، والزلافة كترمز لعنصر الماء، أما الزروطة فهي كترمز لعنصر النار. أخيرا الذهبة كترمز لعنصر الأرض. والكارطة كيف كنعرفو كتعتبر من الأدوات المهمة عند الشوافات والسحرة والمشعوذين. مثلا النجار كيحتاج المنشار والمطرقة، إذا حتى المشعوذين كيحتاجوا الكارطة. ولكن كيفاش السحرة والعرافين كيفسروا دوك الرموز ديال الكارطة وكيفاش كيستعملوه باش كيشوفوا المستقبل؟ واخا هو راه ما كاين لا مستقبل لا عبو الريح، دوك الناس مجرد نصابين وكيديو للناس رزقهم، لحقاش الغيب كيعلم به غير الله عز وجل، وداك الناس مجرد دجالين ونصابين. بالنسبه للناس اللي كيمشيو عند الشوافات كيقولوا لهم يشدوا الكارطه ويديروها على قلبهم، ومورها كيقولوا لهم يقسموها على 3 ويحطوها فوق الطابله، ومورها كتجي ديك المقوله الشهيره ديال ها قلبي ها تخمامي ها باش ياتيني الله. امور هاد العمليه الشوافه كتشد الكارطه وكتفرقها فوق الطابله وكتبدا زعما تقرا في المستقبل ديال الضحيه. الضحيه مسكين كيكون راسو مربع ومتيقها من نيته، لحقاش دوك الناس ما كيعلموا لا مستقبل ولا غيب. الامور الغيبيه لا يعلمها الا الله عز وجل، وما كاين حتى شي كائن فوق الكره الارضيه عنده علم بهاد الامور. ولكن الحاجه اللي كتخلي دوك الشوافات تايقين في داكشي اللي كيديروه هو انهم كيعطيو كل رمز من رموز الكارطه واحد التفسير معين. بالنسبه لهم كل رمز كيعني واحد الحاجه معينه واللي كنعيشوها في حياتنا اليوميه. هاد المعاني بقات متوارثه ما بين السحره والعرافين والمشعوذين وبقاو كيدوزوها من جيل لاخر. يعني اللي بغى يدوز كونكور ديال الشعوذه خاصو يكون حافظ مزيان المعاني ديال هاد الرسوم، اي بمعنى ان المساله كامله مجرد حفاظه للرموز ديال الكارطه وما كاين لا تنبؤ ولا علم بالمستقبل. ودابا اصدقائي خلينا نتعرفوا شويه على بعض المعاني ديال هاد الرموز، باش هكا الناس اللي كيمشيو عند الشوافات يعرفوا راسهم راه غير كيتم النصب عليهم وكيشركوا بالله عز وجل. مثلا واحد زلافه كتعني عند الشوافات دار جديده، والواحد دهاو كيعنيو بها الشوافات طابله المخزن، وإلا طلع لك الواحد سيوف فهذا كيدل على الفرح والسعاده في الحياه ديالك. طبعا هما اللي كيفسروا هكا ماشي انا. والجوج سيوف كتعني غادي يكون عندك خلافات في الحياه ديالك مع ولادك ولا مع جارك ولا حتى مع مراتك. والجوج ذهب كتعني انك غادي تكتسب ثروه في المستقبل. اما الجوج زرواطه فكتدل على الخيانه الزوجيه. الخمسه ذهب كيقولوا انك غادي تجيك ازمه ماديه. والخمسه زراوط كتعني الفرق. العشرة زلايف كتعني الغرض ديالك غادي يتقضى. المهم كاين بزاف ديال المعاني وما غاديش ندخلوا في جميع التفاصيل. الشوافات كيقدروا ايضا يعطيو المعنى ديال جوج ورقات ملي كتكون وحده حدا وحده. ولكن خلاصه القول ان هادشي كامل مجرد تخربيق وخزعبيلات، وغادي نقولها ونعاودها: الغيب والمستقبل لا يعلمه الا الله عز وجل، واي واحد قصد شي عراف او شوافه فراه كيدخل في الشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فتخيل ان الموضوع خطير لهاد الدرجه صديقي، يعني المساله واصله لدرجه الكفر. ودابا ندوزو نتعرفوا شويه على الروندا وميسا وشنو كيعنيو بهاد الاسماء. اولا الروندا هو مصطلح اسباني قريب من كلمه الدائره، واللي كيلعبوا الروندا كيكونوا دايرين بواحد الطابله مدوره على شكل دائره. كنظن باللي فهمتوا الفكره. وايضا تسمات روندا نسبه الى مدينه اسبانيه كتسمى الروندا، وهاد مدينه الروندا جات قريبه من مدينه مالاغا الاسبانيه. ومالاغا هي المدينه اللي كان فيها المعمل ديال صناعه الورق اللي بناه الايطالي فيليكس سوليسيو. مدينه الروندا كانت من افضل المدن الاسبانيه وكانت جد مزدهره ايام الحكم الاسلامي في الاندلس. اما بخصوص كلمه ميسا فهي كتعني الفوز او الانتصار الساحق، وفي عالم الروندا كيقولوا ضرب ليه ميسا او جمع ميسا، زعما داليه كاع الوراق اللي كاينين في القاعه. المهم صحاب الروندا غادي يكونوا عارفين مزيان هاد المصطلحات. بشكل عام ميسا كتعني الانتصار او الفوز المستحق. وحتى لهنا اصدقائي كنكون وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم، وما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش كلشي يستافد من هاد المعلومات اللي فيها. كيف قلت لكم قبيله، الا بغيتو نديرو شي حلقه على 7 رجال ديال مراكش فقط كتبوها ليا في التعليقات. الخوت تهلاو ليا فراسكم ونشوفكم في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم.